ما اعتقدش ان في حد فينا ممكن يتخيل ان في اب يعمل كده في اولاده ومراته. تعالوا نتابع النهارده جريمة عائلة واتس. في سنة 2018 في ولاية كولورادو بأمريكا الدنيا اتقلبت بعد ما ست اسمها شانون واتس اختفت هي وبناتها الاتنين بيلا وسيلتس. جوزها كريس واتس طلع في التلفزيون بيعيط وبيطلب من الناس تساعده يدور عليهم. كان شكله حزين ومصدوم، لكن بعد كام يوم الشرطة بدأت تلاحظ إن كلامه مش راكب على بعضه، وبتحقيق بسيط اكتشفوا إن كريس كان على علاقة بواحدة تانية من ورا مراته. ولما واجهوه في الأول أنكر، بعد ضغط طويل انهار واعترف بالحقيقة. كريس قال إنه في يوم الجريمة اتخانق مع مراته في البيت، بعد كده قتلها، وبعدها ابتدى يخنق في بناته الاتنين بنفسه، وبعد كده خد الجثث ورماهم في خزان زيت تابع للشركة اللي بيشتغل فيها. لما الشرطة لقوا الجثث كل أمريكا اتصدمت. الناس كانت شايفاه راجل عادي وملتزم، لكن طلع قاتل عيلته كلها بإيديه عشان يعيش مع واحدة تانية. وفي المحكمة كريس اعترف بكل حاجة واتحكم عليه بالسجن المؤبد، والقضية بقت رمز للخيانة والشر اللي ممكن يستخبى ورا وش عيلة شكلها سعيد.